الكريم، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المنضوية تحت اللواء الكونفدرالية العامة للشغل. نحن اليوم هنا في هذا المؤتمر نجتمع تجمعنا قضية واحدة اللي هي الدفاع عن حقوق العاملين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعلى إعلام يرقى لمستوى تطلعاتنا. احنا اليوم هنا مجتمعين كإعلاميين، كتقنيين، كمستخدمين وأيضا كإداريين، لأننا كنآمنوا بأن الرسالة الإعلامية ميمكنناش أنها تطور وتزدهر إلا في واحد البيئة اللي كتحفظ الحقوق وكتشجع أيضا على التطور. أبو المواهب عبد الرحيم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل. تحية للجميع، الأخوات المؤتمرات والإخوة المؤتمرين. يشرفني باسمي ونيابة عن باقي أعضاء اللجنة التحضيرية أن أرحب بكم جميعا في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وأشكركم على حضوركم ودعمكم الذي يجسد لحظة الوفاء والإخلاص والإصرار على نجاح المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الثانية. بشرى الحضيقي، صحفية بالقناة الثامنة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. احنا كنجتمعوا اليوم في هذا المؤتمر الوطني التالي النقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل باش نقدموا ملفنا المطلبي لسنة 2025 واللي كيضم أهم مطالب الشغيلة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مطالب مهنية، مطالب اجتماعية، نطالب ب يعني ظروف عمل ملائمة، تكوين مستمر يواكب تطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم اليوم، وأيضا نطالب بإشراك حقيقي للعاملين ونقاباتنا في اتخاذ القرارات المستقبلية لمؤسساتنا.